تخيل ان الشخص اللي المفروض بيعلمك ازاي تفهم خبايا النفس البشرية وازاي تتعامل مع مشاكلك النفسية هو نفس الشخص اللي بيستخدم علمه ده علشان يخطط لإخفاء أقرب الناس ليه من الوجود، ومن غير ما يسيب وراه خيط واحد يوصلنا للحقيقة. احنا النهاردة مش بنحكي عن مجرم عادي، احنا بنحكي عن أستاذ وائل، أشهر مدرس علم نفس في أسيوط. الراجل اللي كان الطلبة وأولياء الأمور بيحلفوا بشطارته وأخلاقه، لكن ورا الوش السمح ده كان في عقل شيطاني بيرتب لحادثة هزت الصعيد كله في 2013. القصة دي مش بس عن حادثة مأساوية، دي عن التلاعب النفسي في أعلى مستوياته. إزاي ممكن واحد يخلي ضحيته تشتري نهايتها بنفسها وهي مبتسمة، وإزاي البخل والذكاء الزيادة ممكن يوقعوا أعتى المجرمين. جهز قهوتك وركز معايا، لأن اللي هتسمعه دلوقتي ده أغرب من أي فيلم شفته. في أوائل الألفينات وتحديدا سنة 2004 كان اسم الأستاذ وائل بيتردد في كل بيوت أسيوط. وائل ما كانش مدرس عادي، ده كان نجم شاطر لبق، بيعرف يتكلم ويقنع اللي قدامه بأي حاجة. وفي نفس المدرسة كانت حنان، المدرسة الرقيقة اللي وشها بيشع طيبة ونقاء. بدأت نظرات الإعجاب وانتهت بجوازة كانت حديث البلد. الكل كان بيقول يا بخت وائل بحنان ويا بخت حنان بوائل. حنان ما كانتش زوجة وبس، دي كانت جيش لوحدها. وقفت جنبه وهو بيحضر الماجستير، كانت بتسهر معاه وتراجع معاه الأبحاث، وشجعته يفتح سنتر دروس خصوصية علشان يبنوا مستقبل ولادهم. ومرت السنين وربنا رزقهم بطفلين زي الملايكة. الفلوس بدأت تجري في ايد وائل، والسنتر بقى بيجيب ألوفات. وهنا النفس البشرية اللي وائل بيدرسها للطلبة بدأت تظهر أسوأ ما فيها جواه هو. الطمع دخل قلبه، والغرور خلاه يشوف إنه أكبر من حنان ومن حياته الهادية. سنة 2008 كانت نقطة التحول. حنان بذكاء الست بدأت تحس إن وائل مبقاش هو. السهر زاد، الموبايل مبقاش يفارق إيده، والحجج بقت الدروس والشغل. وفي لحظة مواجهة حنان اكتشفت إن وائل ليه علاقات نسائية تانية. وائل بدل ما يعتذر أو يطلب السماح بدأ يستخدم تخصصه. استخدم أسلوب اسمه الجاز لايتنج أو التلاعب بالعقول. قعد قدامها وبكل برود قال لها انت اللي اتغيرت يا حنان، انت ما بقيتيش مهتمة غير بالولاد وبس، انت اللي خلتيني ادور بره على الاهتمام اللي مش لاقيه عندك. حنان من كتر حبها فيه صدقت انها هي اللي غلطانة، وبدل ما تمشي قررت تحتوي جوزها، واقترحت عليه فكرة انها تكون القاضية في نظرها، انهم يشتروا شقة دور ارضي واسعة، جزء منه يعيشوا فيه والجزء التاني يكون هو السنتر بتاعه علشان يبقى قدام عينها ومعاها طول اليوم. وائل وافق، بس مش عشان بيحبها، وافق عشان ما كانش عنده حجة يرفض، ووافق عشان من بخله حس ان الفكرة دي هتوفر عليه فلوس كتير. حنان بإيدها كانت بتبني المسرح اللي وائل هيستخدمه بعد سنين عشان ينهي حياتها فيه. ومرت السنين ودخلت السكرتيرة السنتر. البنت دي كانت في حياة وائل من 7 سنين في السر. علاقة مش بس عاطفية، دي كانت علاقة غير شرعية ومستمرة. السكرتيرة دي كانت عارفة كل حاجة، عارفة هو بيكسب كام، عارفة مشاكله مع مراته، وعارفة انه بخيل رغم غناه. في 2013 السكرتيرة زهقت من دور الظل وقالت له جملة واحدة، يا أنا يا هي،
يا تطلقها وتتجوزني يا تنساني خالص. وائل كان قدام معضلة، هو مسيحي الديانة، يعني مفيش طلاق بسهولة ومفيش جواز تاني، والحل القانوني هياخد سنين وهياكل نص ثروته في القضايا والمصاريف. ساعتها وائل فكر بعقلية المجرم، ليه أخسر فلوسي وأعيش في المحاكم لما ممكن أخفي السبب اللي ورا كل ده؟ هنا مدرس علم النفس قعد يحط خطة الشهور ال4. وائل ما كانش عايز يقتل بس، ده كان عايز يخرج منها زي الشعرة من العجين. اشترى خط موبايل مجهول وبدأ يبعت لمراته رسائل غرامية وصور وكلام ملوش لازمة. حنان كانت بتتصدم وترد انت مين؟ الرقم كان بيتقفل. وائل كان بيشوف الرسائل دي ويعمل خناقة تمثيلية ويقول لها انه شاكك فيها. حنان بدأت تتغير وتتوتر، وائل بذكائه الشيطاني بدأ يقنعها انها داخلة على حالة اكتئاب وتوتر وان اعصابها تعبانة. خلاها تروح الصيدلية بنفسها وتطلب أدوية منومة قوية. كان كل يوم قبل ما ينام يديها المنوم بإيده ويقول لها اشربي يا حبيبتي علشان ترتاحي. وائل ما كانش عايز يوسخ ايده، طلع الجبل في أسيوط وقعد مع المطاريد والمسجلين واتفق معاهم انهم يخلصوا على 6. بس وائل من بخله عرض عليهم مبلغ تافه جدا. المطاريد ساعتها كرشوه وطردوه بره. نزل من الجبل وبالصدفة قابل واحد اسمه محمد خلف، سمكري، واحد غلبان مديون ومحتاج القرش. وائل قعد معاه في الورشة وقال له يا محمد، في واحد صاحبي مراته خانته وعايز يخلص منها، هتدخل تقتلها وتاخد الذهب والفلوس اللي في البيت. محمد وافق والاتفاق تم. يوم الجريمة الساعة 6:15 صباحا بالظبط. الدنيا كانت لسه بتشقشق والهدوء بيسود البيوت. حنان نايمة في غيبوبة المنوم اللي وائل اداهولها بالليل. وائل فتح الباب لمحمد السمكري ودخله أوضة النوم وشاور له على حنان. السمكري قلبه اتقبض، خاف. وائل ببرود ما يتخيلوش بشر مسك فوطة مبلولة وحطها على وش حنان وبدأ يضغط عليه. محمد ساعده وخنقها لحد ما الروح طلعت لبريها. المشهد كان مرعب. فجأة الباب اتفتح، ابنه الصغير صحي من النوم ودخل الأوضة. شاف أبوه واقف والسمكري جنبه، وائل بدم أبرد من التلج بص لابنه وقال له ايه اللي صحاك يا حبيبي؟ ماما تعبانة وشكلها نايمة، روح بوسها ونام تاني في اوضتك، الدنيا لسه بدري. الطفل بكل براءة باس جثة امه ورجع نام وهو مش فاهم ان ابوه لسه قاتل اغلى حاجة في حياته. السمكري جه يقلع حنان الغوايش والدهب، ايديها كانت ورمت. وائل دخل الحمام جاب له صابونة وقعد يدهن ايد مراته وهي جثة عشان يسهل للقاتل سرقة الدهب. عمرك شفت بشاعة اكتر من كده؟ بعد ما وائل اتأكد ان حنان ماتت والسمكري هرب بالدهب والفلوس، بدأ وائل ماراثون اثبات الوجود. راح فرن العيش الساعة 7، اتخانق في الطابور وصرخ انا مدرس وليا وضعي، خلصوني بسرعة علشان مدرستي، عشان الكل يشهد انه كان في الفرن. راح محطة بنزين، عمل مشكلة تانية وكسر الدور. وصل المدرسة، دخل المكتب وهو بيضحك وعزم كل زمايله على عصير. تصرف غريب جدا على واحد معروف ببخله الشديد. كل ده وائل مستني التليفون اللي جاله من بنته وهي بتصرخ الحقني يا بابا، ماما مش بتنطق. وائل عمل تمثيلية الانهيار، جري على البيت بسرعة، كان بيصرخ ويلطم وطلب من البوليس وهو بيقول مراتي اتقتلت. الغريب اللي كان بيبعت لها الرسائل هو اللي عملها. رجال المباحث في أسيوط وحوش نزلوا البيت وعملوا معاينة، والضابط اللي كان ماسك القضية لاحظ 3 حاجات. الشقة مفيش فيها أي كسر في الأبواب والشبابيك،
يعني القاتل دخل بمفتاح أو حد فتح له. حنان كان في إيديها رغاوي صابون، وده ما كانش منطقي في جريمة سرقة سريعة. الحرامي بيسرق ويجري، مش بيقعد يدهن في صابون ويفك غوايش براحته. بنته الصغيرة قالت في وسط الكلام: ماما كانت دايما زعلانة من السكرتيرة. هنا الشك بدأ يحوم حوالين الأستاذ وائل. الأمن راقب تليفونه ولقوا مكالمة تمت الساعة 7 الصبح مع محمد السمكري. قبضوا على محمد وهو ما خدش غلوة واعترف بكل حاجة. محمد السمكري طلع أذكى من وائل، كان عارف إن وائل غدار، فكان بيسجل له كل المكالمات واللقاءات على موبايله. تسجيلات صوتية فيها صوت وائل وهو بيخطط، وهو بيشرح ازاي يقتلها، وهو بيتفق على السعر. لما وائل اتواجه بالتسجيلات دي وشه اصفر، ولسانه اللي كان بينطق علم وفلسفة اتلجم. في 2016 المحكمة أصدرت حكمها التاريخي بالإعدام شنقا لوائل ومحمد السمكري. وائل اللي درس علم النفس عشان يفهم الناس فشل يفهم إن العدل فوق كل ذكاء. خسر حنان اللي حبته، وخسر ولاده اللي هيعيشوا طول عمرهم شايلين ذكرى أب قتل أمهم قدام عينيهم، وخسر نفسه. رسالة لكل واحد فاكر إنه بذكائه ممكن يغلب الحقيقة. الجريمة الكاملة دي وهم مش موجود غير في الكتب اللي وائل كان بيدرسها. ربنا دايما بيسيب خيط صغير، خيط بيكشف الحقيقة مهما طال الزمن.